الجزء التاني من دروس شرح جوجل للبحث. عندنا البريفرنسز او التفضيلات. التفضيلات دي اللي بتحدد فيها كذا حاجة عشان بعد كده يعتمد عليها البحث بتاعك. اول حاجة لغة العرض. لغة العرض عندنا جميع يعتبر اللغات، ممكن نختار العربية والانجليزية او الانجليزية زي ما احنا شايفين. لو عاوزين نبحث في الصفح، بنفضل صفح معينة، يعني ممكن نبحث مثلا في أي لغة، صفح مكتوبة بأي لغة، أو في صفح مكتوبة مثلا باللغة العربية واللغة الإنجليزية بس، أو أي لغة أخرى إحنا عاوزين. عندنا اختيارات فلترة البحث أو البحث الآمن. ممكن تختار إن هو يشيل جميع الصور والمقالات أو الكتابات اللي هي مش مدرجة في البحث الآمن، اللي هي تتكون من حاجات جنسية وعنف واضطهاد لمجاميع معينة، أو إن هو يشيل الصور بس، أو ما يشيلش ولا حاجة من نتائج البحث. برضو بتعمل تفضيلاتك اللي انت بتختار كذا عدد نتائج البحث اللي هتظهر في الصفحة الواحدة. في عندنا من 10 لغاية 100. برضو في اللي تفتح نتائج البحث، ممكن تفتحها في صفحة جديدة من متصفح أو ما تفتحهاش. اقتراحات اللي هو بيكتبها خلال ان انت بتكتب البحث، يعني مثلا بتكتب كايرو او من تي سي اي، ينزل لك لستة بكل الكلمات اللي هي بحث عنها اولها سي اي. الخدمة بقى اللي هي متميزة في جوجل، اللي احنا في حاجة اسمها سبسكرايب لينكس دايركتوري، او بتختار اللي انت بتفضل البحث في صفحات معينة. لو احنا دوسنا عليها هيظهر لنا صفحات معينة بتختارها، اللي هي ترجح ان يظهر فيها البحث في الاول. طبعا احنا مثلا ممكن نختار، نقول له مثلا زي ما احنا شايفين، نختار حاجة معينة ونقول له سبسكرايب. دي بيحطها عندنا زي ما احنا شايفين في نتائج البحث. لو احنا وده عندنا دي تفضيلات البحث الممكنة. بعد ما نختار التفضيلات اللي احنا عاوزينها بندوس سيف بريفرنسز، وهو بيسيفها.